تعالوا نعمل انبوكسنج للحاجات اللي انا جبتها من ايفا، واكيد هجربها واقول لكم رايي فيها كلها، خاصه ان في حاجات جديده لسه محدش اتكلم عنها خالص. بصوا، اول حاجه انا جبت الشاور جيل ده، جبت منه النوع ده اسمه فريش بريز، والنوع التاني اسمه سبرينج بلوسم. الاتنين دول حجمهم لتر وسعرهم كان تحفه، كان 75 جنيه تقريبا. هجربه بقى واقول لكم رايي فيه، خاصه انا كنت بستخدم انواع تانية فقلت شفت كده بحيث اجرب واشوف هو نفس الافكت مقارنه بسعره اكيد هيبقى تحفه. نيجي بقى لتاني حاجه، ودي لسه محدش اتكلم عنها كتير. النوع ده شامبو كونديشنر بالمارشميلو، ده اسمه اوبتيميوم كير ريسيت سيلك اند شاين كلينز. النوع ده جديد، ايفا عاملاه، في منه كذا ريحه تانية، بس انا اخترت اللي بالمارشميلو وهقول لكم طبعا رايي فيه. هو اصلا فري سيليكون وفري بارابين، ما فيهوش سلفيت، فهجربه واقول لكم رايي فيه، خاصه ان هو اديشن جديد ومحدش اتكلم عنه. نيجي بعد كده بقى للفيشيال كلينزر ده، وهو اصلا ميك اب ريموفر، يعني هو غسول وكمان بيشيل الميك اب، وده مناسب لكل انواع البشره. فخلينا اجرب كده ينفع نعمل بيه ايه بالظبط، وهل هو هيبقى افكتيف مع الميك اب الووتر بروف ولا لا. هقول لكم اكيد رايي فيه بالظبط ايه. نيجي بقى لاخر حاجه، وهي الديودرنت دي بتاعت ايفا. دي قديمه جدا في الشركه، مش كتير بيتكلموا عنها، مع انها من احلى الديودرنت اللي انا سمعت عنها، فحبيت اجرب بنفسي، فهختبرها بقى اكتر من اختبار عشان اشوف هل هي فعلا هتبقى افكتيف معانا في الصيف ده ولا لا. فاستنوا بقى الفيدباك عن كل البرودكت اللي طلعت معانا في الفيديو ده في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله.